السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكثروا من ذكر الله والاستغفار، لا إله إلا الله واستغفر الله وأتوب إليه، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. قصتنا اليوم هذا رجل متزوج ورزقه الله بطفل، وبعد فترة من السنوات تقريبا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات قام الأب وطلق أمه، وكان حياتهم الزوجية مين مضبوطة، يعني كان فيها مشاكل. وهذا يقول والله أروح أنا وأمي، يقول أنا توني طفل عمري تقريبا حدود 4 سنوات، ونروح عند خوالي. يقول عند خوالي بعد فترة جاء أبوي وأخذني، مو بحب لي لكن كره لأمي. يقول أمي تزوجت، أخذت واحد من جماعتها. يقول عشت مع أبوي، ومرت أبوي بي قابلت لي لكن ما بينت لي شيء ولا مهتمة. وأبوي جاء له عيال تقريبا حدود 3 من العيال. يقول يوم من الأيام أدري صار من أخوي وصار فيه، يعني تعرفون، يقول أنا كنت صغير وهم صغار زي لي، تماسكنا باليدين شيء بسيط. يقول يا جريت جاء قامت مرت أبوي وعلمت أبوي. يقول والله الربع إنه حدود المغرب مثل، ويقوم يسبني ويسب أمي، ما خلاه عيب ولا سب إلا سب أمي يسبني. يقول والله يطردني الشارع، قال انقلع لا انت بولدي ولا بيك. يقول على طلعتي الا واحد من الجيران، سلامات يا ولدي. يقول قلت له القصه، قال ابغى اروح الحين خوالي. يقول والله اروح. قال الليله انام عندي يا ولدي وبكره الصباح اوديك خوالك. يقول مسافه بيننا وبين خوالي مو بعيد، يعني يمكن 20 دقيقه 25 دقيقه في الحروه يعني. يقول يوم أصبحنا أخذني ووداني عند خوالي، لأن أمي متزوجة ومرت أبوه وزوجها مو قابلني. يقول جزرتها ما بين خوالي وما بين أمي لين بلغت عمري تقريبا حدود 15 سنة، لا دراسة ولا تعليم ولا أي شيء. يقول يجي واحد من جماعتنا قال يا فلان ليش بنروح أنا وياك ندور شغل؟ قال وين ندور شغل وهذا. قال اسمع، أبوك ما يبيك، أمك ما تبيك، خوالك ما يبونك، وش ولا تجلس؟ يقول والله يقنعني وأروح أنا وياه ونروح لديرة الثانية. يقول والله ونجي في استراحة وندخل مع شلة. يقول الله لا يبلانا وش فيك المبتلى. يقول صرنا مخدرات، و4 سنوات الصلاة دي ما أعرفها، ما أصليها، ولا شغل ولا مشغلة، وسرقات وما سرقات. يقول هذا شغلنا. يقول يوم من الأيام عندنا مسؤول الاستراحة، هذا هو زي ما تقول المسؤول عنهم كلهم. قال اسمع الحين احنا ما عندنا فلوس، وهم الله يشفيهم يشفيك المبتلي ولا يبلانا، هم حقين مخدرات. قال لازم نسرق نجيب أكل لنا عشان ناكل نعيش. يقول والله ونروح ندخل على ذاك البيت وندخل المطبخ. يقول والله نلقى فيه الأرزاق لا تعد ولا تحصى. يقول ويوم التفت إلا في طفل عمره 7 سنوات ودمعة تنزل. يقول تذكرت ظرفي أنا يوم كنت مثل صغير. يقول هذا المسؤول يعني على ما قال زعيمهم، قال بناخذ بنتين، لأن في عجوز ومعهم 3 بنات أو بنتين، قال بناخذ البنتين معنا الاستراحة. يقول يوم قشعر جسمي وهذا. يقول حنا معنا سلاح، كل واحد معه سلاح. يقول والله وانا افك اسمعوا، سرقته ما قلت لا، لكن والله من جاء البنتين او يبغى ينويهم شر او يبغى يسوي شيء، والله اني لا اذبحه، واني والله ما دام اني حي اني والله لا دافع عنهن، يا اموت يا اذبحكم. يقول خويه مشافني جاد وادخلوا، قال انت مدري وش وكذا وكذا. يقول طلعوا. يقول انا اخر من طلع لاني قلت اخاف يرجعون، واحد منهم تسوي له نفسه.
يقول يا سمعت العجوز أمه قالت يا ولدي رح، أن الله يهديك ويستر عليك في الدنيا والآخرة، وإن الله يوفقك ويرزقك. يقول يا طلعت تقشعر جسمي، يا الله أنا وش سويت وش صار لي وهذا وهذا. يقول قلت زملائي خذوا الأغراض أنا بالحكم بروح أمشي على رجلي. يقول والله أمشي وأمشي أمشي أمشي لين، يقول أمشي أنا طبعا يقول في ليل لين وصلت مسجد، ودخلت المسجد وجلست فيه وصليت الفجر. يقول يوم صليت الفجر وهذا جلس الإمام ينتظرني شافني طولت راح يقول وأنوم إلين أذان الظهر إلا صحيت من الإمام. يقول عاد اللباس يقول معروف والله واضح إنه بهذله يعني. يقول جاني الإمام سلامات، يقول وقص عليه القصة، قال يا ولدي أنا شفتك توقف عند الآية هذه الفلانية ترددها كذا مرة، وأنت يا ولدي فيك خير قم معي. يقول ياخذني معاه ويشتري لي ثياب وغيارات داخلية. قال تروش. يقول والله وقعد عنده تقريبا فترة. قال يا ولدي ليش ما دور لك وظيفة؟ قال على يدك يا عم. قال في شركة ألبان أبغاك تشتغل فيها. قال موافق. يقول والله وراح يشتغل وراتبهم طيب. يقول وقعد سنة، بعد سنة وشهرين قال ولدي عندك فلوس؟ قلت إيه. قال بيشتري لك أرض. بيشتري أرض، وبعد فترة الأرض جيب طاقين جابت سعرها مضاعف وباعها وجاء الفلوس. قال تبغى نشتغل لك؟ قال اشتغل. يقول صرت نشتغل والراتبي زين في شركة الألبان. يقول جاني قال ليش ما نفتح مكتب عقار؟ يقول والله نفتح مكتب عقار. صرت أشتغل هنا وهنا، وبعد فترة تركت مصنع الألبان واشتغلت في مكتب العقار. يقول والله رزقني رزق وفير. يقول وانا في المكتب اللي جاء واحد من جماعتنا انا اعرفه ويعرفني، سلم علي قال يا فلان الحق على ابوك وابوك اخوانك، اتركوا امهم واتركوا ابوك ولا لهم احد. يقول والله راح اشاور هالرجال الاجودي ذا اللي وقف معي. قال لا هذول والديه ابوك وهذه مرت ابوك، حق واجب عليك تقومهم. يقول والله واجيبهم واسكنهم عندي واتزوج ويرزقني الله سبحانه وتعالى. هذه قصتنا اليوم إن شاء الله تحوز على رضاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.